السلام عليكم ورحمة الله، وكل سنة وانتم طيبين. حلاوة الموسم. معايا كوباية كبيرة سمسم أبيض، وكوباية حمص، كوباية سوداني أو فول سوداني، معلقة كبيرة عسل جلوكوز، نص كوباية سكر، ونص كوباية مية. هبدأ الأول بالحمص. هحط المية والسكر على النار وأدوبهم كويس، وأنزل عليهم بمعلقة كبيرة عسل جلوكوز، ممكن عسل نحل وممكن شربات تقيل، أي حاجة منهم. وأقلب كويس جدا وأسيبه على النار لمدة تقريبا 7 دقايق، نار متوسطة، لحد ما القوام بتاعها يتقل وكمية الخليط دي تقل شوية، وتبدأ تتكون على السطح البابلز اللي انتوا شايفينها دي. في الوقت ده انا هوطي النار خالص، وهختبر الخليط في ايه. هجيب طبق فيه شوية مية، واخد معلقة صغيرة جدا من الخليط احطها في المية. لو اتكونت عندي كورة صغيرة ناشفة جدا، يبقى انا كده تمام. هبدأ بقى احط الحمص، وانا متأكدة انه متحمص كويس ومتقشر. احطه عليه واقلب تقليبه صغيره، وانا بقلب برضو انا على نار هاديه جدا، لان اول ما اطفي النار الخليط هيمسك في بعضه ومش هيتقلب كويس. وانا مجهزه صاج حاطه فيه كيس تلاجة ومسح عليه مسحه زيت. خلاص هنا كده تقلب كويس، وتأكدت ان كل حبة حمص اتغلفت بالسكر اللي احنا عملناه. تمام. هروح بقى على الصاج واحطه واغطي عليه، واجيب نشابة صغيرة، لان الخليط بيبقى سخن جدا ولازم افرده وهو سخن جدا عشان يتفرد كويس. اراعي السمك بتاعي ما يكونش تخين وما يكونش رفيع، وما يبقاش فيه مسافات جوه الحمص، عشان اعرف اقطع وتطلع قطعة متماسكة. زي ما انتوا شايفين بقطعها التقطيعة اللي انا عايزاها، واسيبها تبرد تماما. هعيد الخطوة دي تاني مع الفول السوداني، واحط السوداني واقلب برضو على نار هادية لحد ما يستوي، واطفي عليه، واكون مجهزة كيس التلاجة برضو وعليه مسحة زيت خفيفة برضو، ونعيد نفس الموضوع تاني بالظبط. تمام. خلاص انا اديته تقليبتين واتغلف كويس جدا. هطفي عليه النار واحطه على كيس التلاجة المدهون زيت، علشان ما يلزقش فيه، اقدر اطلع بعد كده لما ينشف بسهولة. واغطيه ببقية الكيس وابطط كويس، واحاول اسد الفراغات علشان ما يطلعش فيه فوارغ وانا بقطع او تتفرفت. وافرده بالنشابة كويس جدا واسويه، وبرضه نبدأ نقطعه التقطيعة اللي احنا عايزينها. الموضوع ده بياخد زي نص ساعة، ساعة بالكتير قوي، وبيكون خلاص نشف الحمصية والسودانية والسمسمية بتكون نشفت. هنا انا هعمل السمسم، والسمسم بغمق السكر يكون بدأ يتكرمل زي ما انتوا شايفين، لازم ياخد لون بخلاف الفولية والحمصية. وبعدين انا لازم وانا بقلب كده، هتحسي في الاول ان السمسم كتير على العسل، لكن هو مش كتير ولا حاجة. استمري في التقليب دقيقة واحدة بس، هتلاقي السمسم كله مسك في الخليط، لان لو زودت السكر والمية عن كده شوية، هتلاقي ان عمل طبقة من العسل فوق السمسم من بره، وبيبقى ناشف قوي وانتي بتعضي. تمام. بصوا خلاص اهو اتماسك وبقى كتلة واحدة. طبعا السمسم ده قبل ما احطه في الخليط انا قطيته تحميصه خفيفه، تشويحه كده على النار، ما غيرتش لونه ولا حاجه، بس طلعت فيه اي رطوبه موجوده لو موجود. وبدات فردته برضو بالنشابه، هفرد كويس جوه الكيس، وبعدين ابدا اقطعه التقطيعه اللي انا عايزاها. ما تقطعوش حلاوه الموسم تخينه قوي، عشان وانتي بتعضي برضو تبقى القطمه خفيفه والقرمشه حلوه، ما تبقاش سميكه قوي وتضايقك وانتي بتاكلي او تعورك. برضو انا بدأت اقطعها اهو زي ما انا عايزة، وهسيبها تبرد تماما على الكيس، مش هشيلها من على الكيس غير لما تنشف خالص. بعد كده هنعمل الصنف اللي بعده. عندنا القشطة او المارشميلو اللي بيتعمل بيبقى حلو جدا. بحط هنا كوباية الا ربع سكر، ومعاها نص كوباية مية، واقلبهم كويس جدا. تمام. هسيبهم على النار، معاهم هنا معلقة كبيرة عسل جلوكوز، واسيبهم بقى كده على النار يغلوا لمدة 5 دقايق. اول ما يغلوا جامد قوي كده، هطفي النار وهزود عليها 3 معالق جيلاتين في ربع كوباية مية. المية تكون دافية او سخنة. هقلب بسرعة
لحد ما اتأكد ان الجيلاتين داب عشان ما يكلكعش. بصوا لسه في كتل اهو، قلبت تاني. وبعدين هنزل بيه على الخليط تقليبة واحدة وهطفي خلاص. وهحطه في مضرب البيض او العجان او الخلاط، بس بصراحة انا جربت الخلاط خد وقت طويل جدا، فانصحك تعمليه بمضرب البيض، في بولة بمضرب البيض او في العجان. هتفضلي تضربي فيه لحد ما القوام بتاعه يختلف ويبقى سميك شوية، اخف من الكريم شانتيه شوية. ده القوام اللي انا محتاجاه. هجيب برضو قالب يكون مدهون، محطوط فيه كيس تلاجة ومدهون برضو بالزيت. سمك القشطة دي انا اللي هتحكم فيه، انا عايزاها تبقى سميكة شوية، فحطيتها في قالب توست زي ما انتوا شايفين كده علشان تبقى سميكة ما تبقاش رفيعة. وهحط من تحت جوز هند، ممكن تحطي مكسرات زبيب، فاكهة مجففة مع الجوز هند زي ما انت عايزة، بس الجوز هند هيعمل طبق عزلة، هيغلفها من بره وهيخليها ما تلزقش وانتي بتاكليها. فالجوز هند اساسي، لكن اقدر احط معاه كمان اللي انا عايزاه. هبدأ بقى احط الخليط بتاعي اللي انا عملته اهو. بصوا قوامه عامل ازاي، اخف من الكريم شانتيه شويه. ودي بتحتاج تبات ليله في التلاجة، يعني انا هحطها كده وهحط عليها من فوق جوز هند برضو، وهسيبها شوية زي نص ساعة ولا حاجة اتأكد ان هي بردت تماما. هغطي الكيس عليها واحطها في التلاجة لتاني يوم. تمام. زي ما انتوا شايفين حطيت عليها الجوز هند برضو من فوق، واقدر احط مكسرات زي ما انا عايزة. طعمها بيبقى حلو جدا، والموضوع كله ما كلفنيش نص تمن العلبة اللي هشتريها من بره، وطبعا طازة وحلوة. وعملتها زي ما انا عايزة بالنكهات اللي انا عايزاها، المكسرات اللي انا عايزاها. وممكن ازود كمان موارد. انا حطيت هنا فانيليا، لكن الحمصية والسمسمية والفولية انا ممكن احط مع المية موارد تبقى متنكهة بنكهة الموارد. وادي حلاوة الموسم لما خلصت. وبألف هنا، لو عجبكم الفيديو انا رندا ودي قناتي ادعموني بلايك.